وإن شاء الله نستمر في هذه الجلسة العلمية في مناقشة محاور هذه الندوة العلمية الدولية التي تنظمها الطريقة البصيرية تحت شعار حقوق الإنسان بين الحقيقة والاستغلال. ويسرني اليوم أن أكون إلى جانب إخواني الأساتذة العلماء، كل من السيد قريب الله الزين محمد أحمد من السودان، والدكتور العلامة خالد الخرصة، والسيد عبد الله لماني، والدكتور محي الدين بلال نور الدين من سوريا، والطفل بصير وليد المغربي من فلسطين، الذين إن شاء الله سيغنوا بمداخلاتهم ما تقدم بالأمس في الزاوية وفي فقيه بن صالح. وأعطي الكلمة الأولى لفضيلة الأستاذ الدكتور قريب الله الزين محمد أحمد من السودان في موضوع الإعلام الإسلامي بين خدمة الحقوق وتزوير الواقع. وقريب الله الزين هو واحد من أسرة دينية معروفة بالسودان، درس الصحافة والإعلام بأم درمان الإسلامية العتيدة بالخرطوم، وله دبلوم في الدراسات العليا من نفس الكلية، ويعمل الآن بالإذاعة السودانية وله برنامج شهير بها، يدير مركز دراسات باسم مركز دراسة الفكر والأدب الصوفي، كما يعمل أمين عام الإعلام بالمجلس البحريني الأمريكي.